علقت الأميرة ريمان بنت بندر بن سلطان سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية على قضية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في أولمبياد باريس 2024، والتي أثارت الكثير من الجدل بسبب الظلم الكبير الذي تعرضت له البطلة العربية. ورغم الحملة الشعواء التي تلقتها خليف 25 عاماً في وسائل الإعلام الغربية على وجه الخصوص، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، إلا أنها رفعت راية التحدي وأهدت بلدها الجزائر الميدالية الذهبية بعد فوزها في نهائي وزن 66 كيلو غراما على الصينية يان غاليو. وانضمت خليف إلى مواطنتها الجمبازية كيا نمور التي توجت هي أيضا بالذهب الأولمبي في ألعاب باريس، بالإضافة إلى العداء جمال سجاتي الذي نال الميدالية البرونزية في سباق 800 متر ضمن منافسات ألعاب القوى. الجزائرية إيمان خليف تتلقى الدعم من سفيرة السعودية في أمريكا. أليكم لقطات من تصريحات السفيرة السعودية والمرجو عمل لأيك للفيديو واشتراك في القناة من فضلك أخي المشاهد ووضع رأيك في تعليق على الخبر. I'm also a female, a Muslim, and an Arab woman. And these are all inextricably linked to my identity. And as such, ladies and gentlemen, I cannot serve with good conscience on this committee and remain silent on the media commentary on Iman Khalif. I'd like today to say that I wholeheartedly support Thomas Bach and everybody who worked towards communicating the joint Paris 2024 boxing union. وعبرت الأميرة ريمان بنت بندر بن سلطان سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا وعضو اللجنة الأولمبية الدولية عن دعمها للملاكمة الجزائرية إيمان خليف ردمخ على الإساءة التي تعرضت لها في أولمبياد باريس 2024 بقولها: بما أنني سيدة مسلمة عربية وهي سمات تجسد هويتي، لذلك لا يمكنني البقاء صامتة عما يتمات دولها إعلام ينخى بشأن إيمان خليف. وأضافت الأميرة ريمان لدى حضورها اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية: بداية أود أن أؤكد تأييدي التام للبيان المشترك المنبثق من اللجنة الأولمبية الدولية ووحدة الملاكمة لأولمبياد باريس 2024 الصادر في 1 أغسطس 2024. إن الحقائق هنا واضحة. إن الآنسة إيمان خليف ولدت فتاة وعاشت طوال عمرها أنثى، ولكن على الرغم من الحقائق الواردة في البيان ألم الشترك، استمرت دول المعلومات المضللة والمغلوطة ما تسبب في آلام لا يمكن قياسها، ليس أمرا فقط غير مقبول، وإنما هو أمر محزن أيضا. وتابعت: منذ طفولتها كابنة لعائلة محبة لها في الجزائر، اجتهدت إيمان خليف طوال حياتها لتصبح رياضية أولمبية تنافس أمام العالم. وكما يعرف الكثير، فإن الطريق الذي سلكته يتطلب الكثير من الاجتهاد والإصرار والمثابرة، وكما هي طبيعة لأولم بين في إن إيمان تجسد أفضل السمات والقدرات، وهنا تكمن روعة الألعاب الأولمبية، وليس لأحد الحق في أن يشكك في أنوثة إيمان. للإشارة، فإن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وبعد تتويجها مباشرة بالذهب في أولمبياد باريس 2024 قررت تكليف مكتب محاماة لرفع دعوى قضائية ضد جميع الجهات التي هاجمتها وتنمرت عليها خلال الحدث الرياضي العالمي الكبير.